السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله أراكم كلكم بخير وصحة وعافية. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. في فيديو اليوم راح نتكلم على كتاب، وإن شاء الله كل أسبوع راح نديروا كتاب، فكرة، مقال نتكلموا فيها إن شاء الله. وكتابنا لهذا الأسبوع هو أول مرة أتدبر القرآن للكاتب عادل محمد خليل. هذا الكتاب الذي تقريبا فيه 350 صفحة، ويتكلم كما هو ظاهر في عنوانه أول مرة أتدبر القرآن للإنسان المبتدئ في تدبر وتمعن آيات كتاب الله. هذا الكتاب راح يكون مناسب جدا له. فلما نفتح هذا الكتاب راح نلقاو المنهج تاعو، واللي راح يتكلم لنا فيه الكاتب على أهم النقاط اللي راح يتطرق لها في هذا الكتاب. وأولها هي اللي راح يتكلم لنا إلى هذه السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها. ثم بعد ذلك راح يتكلم لنا على أسماء صور القرآن الكريم. يعني احنا في الغالب نعرف اسم واحد من كثير من الأسماء. مثلا سورة الفاتحة عددها العلماء أنها تقريبا 30 اسما، فهو واحد يذكر لنا سبعة، ويقول لك مثلا فيما بعد معناهم والله وش هو السبب اللي في تسميتهم بذلك الاسم. ثم بعد ذلك يتكلم لنا على مناسبة تسمية الصورة، يعني وش هو المناسبة اللي خلاه يسموها بذاك الاسم أو معنى ذاك الاسم. وبعدها يتكلم لنا على موافقة أول الصورة لآخرها، وهي نقطة مهمة جدا وراح تنقلك نقلة نوعية في فهمك لصور القرآن الكريم ومواضيع صور الكريم. وهي النقطة اللي راح يتكلم عليها فيما بعد، اللي هو المحور الرئيسي اللي تكلمت عليه هذه الصورة. وصراحة هذا الأمر أنا ما كنتش حاطه بذاك القيمة حتى لما أتكلم على سورة البقرة. أنا بالنسبة لي سورة البقرة فيما قبل كانت عبارة عن كثير من الصور، كثير من المواضيع تكلمت عليها صورة واحدة، ولكن ما كنتش أعرف وش هو المحتوى العام لهذه الصورة. فيما بعد لما عرفت أن سورة البقرة هو محورها الرئيسي الاستخلاف في الأرض، صراحة غيرت لي نظرتي سورة البقرة تماما. وعرفت على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات ينادي بأصحاب البقرة اللي حافظين سورة البقرة، وكان يقيمهم ذاك التقييم الكبير جدا، لأنه هي كانت تتكلم عن الاستخلاف وذكرت 3 أنواع من الاستخلاف في الأرض. تكلمت على استخلاف سيدنا آدم وكيف غواه الشيطان، وتكلمت على استخلاف بنو إسرائيل وأعطتنا الأسباب والحجج والبراهين اللي سقطت عليهم وهم للأسف ما تبعوهاش. وتكلمت على استخلاف سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي كان أمة قانتا لله. وفيما بعد يعني تكلمت على كثير من الأمور التابعة لهذه ال3 أمور أساسية يعني. فلهذا نقلة نوعية رائعة جدا في محور رئيسي للصورة. لما تعرفوا شو المحور الرئيسي للصورة راح يفرق معك تماما يعني. وتعرف مثلا صورة النساء الكبرى والصغرى اللي هي صورة الطلاق، ويعني يتكلم عن المواضيع الأساسية اللي موجودة فيها، فهذا الأمر رائع جدا. ثم بعد ذلك يتكلمك على أهم النقاط التي تطرقت، والله أهم المواضيع التي تطرقت إليها الصورة في نقاط يعني مختصرة. يعطيك نقاط مباشرة لأهم نقاط التي تطرقت إليها هذه الصورة. مثلا لما نتكلم على صورة النساء، هي صح تكلمت على الميراث، ولكن تكلمت على أمور أخرى يعني داخل الصورة، فهو يعددها لك في نقاط. ثم بعد ذلك هنا يجي يعطيك بعض اللطائف والفوائد الموجودة في الصورة. يعني هذا الأمر كذلك فيه فوائد كثيرة جدا، يعطيك بعض القصص، ربما فضل الصورة، فضل بعض الآيات الموجودة فيها، بعض الأحداث الموجودة في بعض الصور. وهذا الأمر اللي راح ينفعك جدا يعني، وتشوف آثاره وتشوف فوائده يعني في هذا الكتاب اللي صراحة رائع جدا. وحتى الطبعة حتى الورق تاعه ممتاز جدا. النقد الوحيد الموجود لهذا الكتاب اللي أكيد لازم يكون بعض النقائص في كتاب ما، هو ربما في نفس الوقت إيجابي وسلبي في نفس الوقت، اللي هو يعني محاولة اختصار اللي في بعض الأحيان يفقد قيمة الشيء. يعني لما نبقاو نختصر في شيء ربما يفقد بعض المعنى، يفقد بعض الفائدة الموجودة فيه. فلهذا هذا الكتاب مثلا سورة البقرة في 6 صفحات فقط، فكنت منتظر أنها تكون أكثر لأنها صورة كبيرة فيها كثير من الفوائد، فيها كثير من الأفكار. كذلك بعض النقاط اللي ما يتكلمش عليها بتفاصيل، وهي تحتاج أنها تفصل فيها أكثر حتى تكون فائدتها أعمق وأفضل. ولكن ربما في نفس الوقت هو الكاتب كان يقصد الإيجاز وخشية الإطالة حتى الناس تمل هذا الكتاب. هو يعتبر كتاب مقدمة فقط في تدبر القرآن وفي تفسير كتاب الله. فالإنسان اللي حاب يدخل هذا المجال، هذا الكتاب راح يكون مناسب جدا ليه يعني، وراح يفيده كثيرا في الانطلاق في هذا العلم وهذا الباب الواسع جدا في فهم وفي تدبر كتاب الله. فانصحكم جدا بهذا الكتاب. وحاول أنه أنا كنت في الختمة رمضان
يعني نقرأ منها مثلا سورة البقرة اللي فيها 6 صفحات مثل ما قلت لكم، وروح نقرأ سورة البقرة بعدها، فراح تقرأ سورة أخرى تماما غير التي كنت تعرف أنت من قبل، يعني حتى سورة الفاتحة، وتعرف فيها أشياء ربما ما كنتش تدركها تماما اللي نقرأها إحنا للأسف 17 مرة في اليوم. فهذا الكتاب ينفعك جدا، يفيدك جدا. حاول أنه تقرأه بلطف، وما تحاولش أنك تسرع فيه وتكمله في أسرع وقت. حاول أنك تقرأ الصورة ثم بعد ذلك تروح تقرأها من المصحف، وتشوف الأثر، تشوف التغيير، تشوف الأشياء الأخرى. فننصحكم جدا بهذا الكتاب للمبتدئين، لغير المبتدئين، اللي حاب يقرأ في التفسير، حاب يقرأ كتاب عميق في تدبر القرآن الكريم. توجد كتب أخرى اللي ممكن تفيدك أكثر من هذا الكتاب، اللي ربما هو يعني نوعا ما سطحي فقط في بداية هذا المجال وفي بداية هذا التخصص الكبير جدا. أتمنى أن هذا الكتاب عجبكم. الكتاب هذا قيمة سعرية تاعه 120 ألف، يعني 1200 دينار جزائري. الجمعة فاصلة الكتاب هذه الجميلة جدا اللي صراحة عجبتني كثيرا في هذا الكتاب. ما تحاولوش انكم تشتريوه من الانترنت، لانه سعر تاعه مبالغ فيه في بعض الاحيان ضعفين 3 اضعاف. فحاولوا تشتريوه من المكتبات الخاصة. هو من طبعة نوميديا، طبعة دار النشر نوميديا. فممكن تلقوها في الولاية تاعكم او المنطقة تاعكم، وهذا افضل وافضل بكثير. فقرأوه وشروه يا جماعة ورقي من فضلكم. كثير من الناس يحاولوا انهم يشروه يتيليشارجوه بي دي اف، وبي دي اف يا جماعة هو مسروق. يعني الكتاب مازال حديثا، مازال جديد. فلما تيليشارجيه بي دي اف انت راك تدعم في السارق، وفي نفس الوقت تثبط في الكاتب. الكاتب مش راح يدي فيه، لا الكاتب ولا دار النشر ولا دار توزيع ولا كلهم مش راح يستفادوا انك انت تيليشارجيته وقريته بي دي اف. حتى تدعم الكاتب وتدعم دار النشر في انهم ينتجون افكار وكتب اخرى، وهذا من واجبنا كقراء. فهذا هو الفيديو تاعنا. اعطونا ارائكم، قولوا لنا شو الكتب اللي حابين نتكلم عليها في الاسابيع القادمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.